يا نجمنا، الله يكرمك، الف مبروك. اه طبعا سمعت ماتش الزمالك، اه طبعا، 3-0 طبعا، هو الاول دلوقتي تصدر الدوري. ما تحرمش منك يا كابتن. انت عايز تعرف ترتيب النادي الاهلي بسرعه، بس انت عايز حد ينجزك في الموضوع ده. طب انت بتسالني انا وجهه نظر انا، يعني اقول لك يا سيدي، ايه رايك مثلا نتصل لك على الحاج وحيد، الحاج وحوح، يطلع بالنسر، ياخد جوله في دقيقه هيقول لك ترتيب النادي الاهلي الكام. الحاج وحيد. معكش رقم تليفون؟ انا معايا رقم تليفونه. مالكش علاقه، اكلمه لك انا يا كابتن. حاضر، حاضر، هقفل مع حضرتك واكلمه لك على طول. الحاج وحيد، السلام عليكم. عم الحاج وحيد، اخبارك؟ وحشني والله العظيم. الحمد لله. اخبارك وازاي صحتك؟ يا رب تكون دايما بخير. ما تحرمش منك، ما تحرمش منك يا غالي يا ابو الذوق. ربنا يديم المعروف يا رب. اخبار النسر ايه؟ بيرفرف وزي الفل، ربنا يبارك لك فيه. والمعزه بخير الحمد لله. ربنا يحميك يا عم الحاج وحيد ويبارك لك يا رب. والله انا يعني واحد صديقي كده يعز عليا، نجم من النجوم، يعني طالب مني خدمه او من حضرتك، ومكسوف لانه ما معهوش رقم تليفون حضرتك، وقصدني ان انا اكلم حضرتك. والله يعني النادي الاهلي طبعا انت عارف الزمالك النهارده كان بيلعب المصري وكسب 3-0، والزمالك بقى رقم واحد على قمه الدوري. بس النادي الاهلي يعني ترتيبه متاخر كده شويتين في الدوري، بعافيه شويه. فالكابتن عايز يعرف ترتيب النادي الاهلي كام في الدوري بس بسرعه. فانا اقترحت عليه، قلت له الحاج وحيد ياخد النسر ويضرب لك بيه لفتين كده، هيقول لك على طول النادي الاهلي ترتيبه كام. النسر جنبك. طيب خلاص، توكلنا على الله. ماشي. لا، طلباتك الماديه من عينين. لا يا عم الحاج، انا عارف مفيش فرق بيني وبينك يا عم الحاج وحيد. خلاص، اضرب لنا لفه كده وقول لي ترتيب النادي الاهلي كام، بس لازم تعرفني خدت وقت قد ايه بالظبط عم عرفت ترتيبه. ماشي يا عم وحيد، في امان الله. يا عم الحاج وحيد، الله بسرعه كده. بعد ما قفلت معايا قمت راكب النسر وطاير على طول. بلاد تشيلك وبلاد كل ده بتدور على النادي. ايه يا عم وحيد، ده جدول الترتيب مش بلاد يعني. طرت الحمد لله. بلاد تشيلك وبلاد تحطك، ادي بلد، ادي 2 والخمسة 6 7. يا عم وحيد انت هتدوخني كل ده. انت بالنسر الحمد لله 10 12. لسه ما لقيتوش. 13 14 الحمد لله وصلت له. ترتيبه ايه؟ ال 15. يعني كده ترتيبه معلش يا عم وحيد، تعبتك انا شويه. معلش يا عم وحيد، كل اللي انت عايزه من عينيا الاثنين. ممكن بس استسمحك تقول لي قدرت توصل لترتيب النادي الاهلي في مده زمنيه قد ايه عشان ابلغ الكابتن؟ 33 ثانيه و50 فسوه. 50 فسوه دي اللي هي يا عم وحيد. يعني اقول الكابتن الحاج وحيد خد النسر وخد جوله في الجدول، وصل لترتيب النادي الاهلي بعد 33 ثانيه و50 فسوه. تحرمش منك يا عم وحيد، تحرمش منك، تحرمش منك، تحرمش منك. ربنا يخليك يا عم وحيد، مع الف الف سلامه، الف سلامه يا عم وحيد.